3 حاجات لازم تبقى عارفهم قبل ما تشتري بوكس خشب. كلنا بنشتري بوكسات خشب لاسباب كتيره جدا وبقت مهمه قوي دلوقتي. عشان نعمل مبخره بنحتاج بوكس البخور، عشان نعمل هديه بنحتاج بوكس نحط جواه الهديه، واسباب كتيره قوي قوي قوي. قبل ما تشتري البوكس لازم تتاكد ان تقفيله مظبوط، زاويه 45 في زاويه 45، والاثنين متقفلين كويس ومفيش فراغ في النص بين الزوايا، لان ده هيتعبك جدا جدا. هتضطر انك تحط معجون وتصنفر وتدهن، قصه كبيره قوي. تاني حاجه، تتاكد من نوع الخشب اللي معمول منه البوكس، لان انت لو اشتريت نوع خشب مش كويس هيشرب اللون وهيعمل لك مشاكل كتيره. هتلاقي الخشب باش وهتخش في قصه كبيره قوي مش هتعرف تحلها، والكلام ده بيحصل بعد مده مش بيحصل دايركت. تالت حاجه والحته دي مهمه جدا جدا، اشتري البوكس اللي عليه قايمه وما تشتريش البوكس ساده الا لو انت محتاجه ساده. لكن في الطبيعي لو اشتريت البوكس اللي عليه قايمه من بره هيبقى متزخرف وجاهز، مش محتاج تعمل له معجون، مش محتاج تشتري ستنسل، والبوكس هيبقى شيك جميل جدا جدا، مستني منك تاتش خفيف قوي، مسحه لون من بره، هتلاقي البوكس اتحول بقى شكله تحفه. احنا بقى وصلنا لنا مجموعه بوكسات جميله جدا جدا جدا. هتلاقي منها سداسي، وهتلاقي منها المربع اللي عليه قايمه، وهتلاقي منها بوكس المناديل. وبوكس المناديل ده في منه 3 اشكال، في منهم شكل عليه قايمه. الاشكال كتيره قوي، عشان تعرف تتفرج عليها لازم تخش على الويب سايت اللي هتلاقيه في اول بايو فوق. تقدر تطلب اوردر يوصلك خلال 3 ايام، ولو انت بره مصر هنوصل لك خلال 7 ايام.